في شركات عالمية صرفت ملايين ونزلت منتجات بمنتهى الثقة، وبعد أسابيع سحبتها من السوق. ليه؟ لأنهم صدقوا نفسهم وسابوا صوت العميل وركنوه على جنب. الحماس للفكرة ساعات بيخلينا ننسى إن السوق هو الحكم الحقيقي. المدير اتحمس فالفريق اقتنع، كل الناس جوه الشركة بقوا شايفين نفس الصورة، لكن محدش سأل نفسه السؤال المهم: هي الناس بره عايزة إيه؟ ساعتها المنتج بيكون عظيم في حد ذاته، بس مفيش حد طلبه اصلا. كوكاكولا مثلا في الثمانينات قرروا يغيروا الطعم الاصلي وينزلوا بنيو كوك عشان ينافسوا بيبسي. عمل بلايند تيست والناس قالت الطعم جديد احلى، بس لما نزل فعليا الناس غضبت جدا. ليه؟ علشان الطعم القديم كان مربوط عندهم بذكريات وبعادات. مبيعاتهم وقعت والناس بدأت تخزن النسخة القديمة، لحد ما اضطرت الشركة ترجع الطعم الأصلي بعد أقل من 3 شهور. اللي حصل هنا مش غلطة في المنتج أبدا، الغلطة كانت في تجاهل صوت العميل واحتياجاته. نفس الغلطة عملتها جوجل في جوجل كلاس، نظارات ذكية جدا، كاميرا وشاشة، شكلها عبقري ومستقبلي، بس الناس هنا حسوا بعدم الراحة. خصوصيتهم بقت مهددة بشكل غريب، مفيش احتياج واضح أصلا في السوق. المنتج هنا مات قبل ما يتولد فعلا، لأنه نزل من غير ما يكون فيه أي ريدنس في السوق. بيبسي نزلت بيبسي كلير، نفس الطعم بلون شفاف. طب ليه؟ مفيش سبب واضح، مجرد فكرة جديدة داخليا. بس العميل كان مرتبط بلون المشروب اللي كان بيشربه، وكان بالنسبة له ده مؤشر على الطعم والجودة. النتيجة: المنتج فشل بسرعة جدا. أمازون نفسها وقعت في نفس الفخ في 2014 لما نزلت أمازون فاير فون، موبايل من أكبر شركة تجارة إلكترونية في العالم. بس بدل ما يركزوا على احتياجات السوق، قرروا يحطوا فيتشرز عجيبه جدا زي 3 دي سكرولينج وكاميرات زياده، وحاولوا يربطوا الموبايل بخدماتهم هم. لكن السوق وقتها كان واضح جدا، الناس عايزه اندرويد وايفون وبسعر معقول، مش جادجتس استعراضيه وخلاص. النتيجه: امازون خسرت حوالي 170 مليون دولار وسحبت المنتج بعد اقل من سنه. اللي بيحصل هنا مش فشل في الافكار، دي افكار قويه جدا 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 ودي حقيقه، لكن مفيش فاليديشن حقيقي. مفيش حاجه اسمها انا حاسس ان المنتج ده لو نزل هينجح من غير ما ترجع للفويس اوف كاستمر. في التسويق في حاجه اسمها فويس اوف كاستمر، وده مش مجرد راي عشوائي، دي بروسيس علميه بتشمل بقى مقابلات، تحليل سلوك، سيرفيز، وتجارب قبل الاطلاق، علشان نعرف الناس فعلا محتاجه ايه، مش احنا شايفين ايه. العميل مش لازم يديك الحل، بس لازم يبدأ من عنده السؤال، لانك لو بدأت من احساسك بس هتبني منتج الناس مش طالباه، وهتصرف على حملة الناس مش فاهماها، وهتلاقي نفسك بتقفل ملف مشروع كان ممكن ينجح لو كنت انت فعلا سمعت الصح. اللي جاي في السلسلة أكاذيب كتير بنصدقها بس بتكلفنا كتير. تابعنا. سلام.